كانت اليوم جلسة ديال التصويت واختيار عمدة جديدة لعاصمة الرباط بطبيعة الحال بعد استقالة العمدة السابقة. الموقف ديال حزب العدالة والتنمية لم يتغير منذ انتخابات ديال 8 شتنبر، لم يطرأ أي جديد. كان الموقف ديالنا هو تبني المعارضة البناءة، وبطبيعه الحال حنا كان التصويت ديالنا بالرفض لا بالنسبه للسيد الرئيس لا للمكتب المسير، وهذا لا يعني باننا زعما بطبيعه الحال ما غنقوموش بالادوار ديالنا لما فيه الصالح ديال الساكنه. كنتمناو كل التوفيق والنجاح للمكتب المسير والعمده ديال الجديده ديال العاصمه، لان النجاح ديالها هو نجاح ديال العاصمه ديال المملكه، واللي بطبيعه الحال حنا كاين واحد الاستحقاقات كتعرفون بلادنا في قادم السنوات. عندنا 2025 تنظيم ديال كاس افريقيا، عندنا في 2030 تنظيم ديال كاس العالم لاول مره في البلاد ديالنا. بطبيعه الحال هذا يقتضي تضافر الجهود ديال الجميع، وهي فرصه باش كنطلبوا من المكتب المسير من اجل تبني المقاربه التشاركيه سواء مع الفاعل السياسي ولا مع الفاعل الاجتماعي ولا مع الفاعل الاقتصادي، باش ما نشوفوش عاود كذلك ديك الاشكاليات اللي كانت طرات في الفتره السابقه. كنطلبوا كذلك من المكتب المسير بطبيعه الحال باش يقوم بالادوار ديالو كامله، ونهار اللي غادي تكون شي اشياء التي تحتاج الى توضيح والاشياء اللي تحتاج الى تقويم، هذا هو الدور ديال المعارضه البناءه. كنطلبوا من المكتب المسير لكي يسارع الخطى من اجل هاد كان عندنا واحد الفتره ديال الهدر السياسي ديال عامين ونص. كنتمنى بان المكتب المسير الجديد يتدارك هذا الهدر الزمني ان شاء الله، لان العاصمه ديال المملكه تحتاج الى تضافر ديال الجهود ديال الجميع، وحنا غنقوموا بالادوار ديالنا كامله بطبيعه الحال من اجل التقويم ومن اجل بطبيعه الحال نهار اللي غتكون شي اشياء ايجابيه من اجل الاسناد، ونهار اللي غادي تكون شي اشياء اللي نعتقد بان ماشي في صالح ديال العاصمه ولا الساكنه ديال العاصمه، غادي ننبهوا بالطرق اللي كتسمح بها القانون في اطار من الاحترام الواجب للافراد والمؤسسات. انه كاين انتخاب ديال السيده الرئيسه وكذلك النواب ديالها، اللي كانت الكواليس اللي كانت كواليس مبيته. توعدوا بعض الناس باش ياخذوا النيابات، كانوا البارح بالليل باتوا في اللائحه، ولكن اليوم الصباح صبحوا ما كاينيش. كان واحد النوع ديال الغدر، خاصه واحد جوج ديال الاحزاب اللي ربما بغاو يستحوذوا على الغنيمه، نسميها الغنيمه ديال هذا المجلس. كما قال بعض المستشارين بانها بدايه متعثره، بالفعل بدايه متعثره بفعل هذه الصراعات اللي كاينه، بفعل هذه الانفعالات اللي كاينه. هذا تيعطي انطباع كبير بانه المجلس عيمشي متعثر، او عيمشي تحت رحمه بعض الاحزاب، اللي غيكونوا جوج الاحزاب اللي باغيين يتحكموا في القرارات ديال السيده العمده. وحنا كحزب الحركه الشعبيه التموقع ديالنا العادي وهو المعارضه. حنا منسجمين مع الموقف ديالنا الحكومي، التموقع ديال الحزب ديالنا داخل الحكومه وهو في المعارضه. حنا تنقوا راسنا، عندنا ملفات، حنا ما نهرسوش الطوابل لا، وما نلوحوش كراسه لا، عندنا معارضه نقيه، معارضه شفافه، اللي غنجبدوا فيها ملفات، غنجبدوا فيها اقتراحات كبيره اللي غتصلح للمواطن المغربي، خاصه بان المغرب الان تيعرف واحد المحاربه ديال الفساد. حنا بغينا نمشيو في هذيك السيروره، غنفضحوا الفساد وغنفضحوا المفسدين، وكاين عندنا نقاط باش نفضحوهم. السيد الرئيس ما اجتمعتوش مع الفنيين باش ترتبوا الدخول ديال الباقه؟ لا، حنا رتبنا الى اخر رتبنا التدخل ديالنا، وكانت الوعود. علاش تنقولوا الغدر تنقولوا الغدر راه كان الغدر بالفعل بواحد النسبه كبيره ديال الغدر، وكانوا من طرف المنسقين وديال بعض الاحزاب. بدايه قرار البام والاستقلال ولا شنو؟ هما التحالف هو اللي كاين، هذا هو التحالف اللي كاين. انتم كنتوا تكونوا معهم في الاغلبيه شحال؟ هذه يومين 3 ايام 4 ايام؟ حنا حتى البارح بالليل حنا معاهم في الاغلبيه ومعطينا وعود الى اخره. واش بدايه متعثره كما قال المستشار سيد العمده؟ نعم، بدايه متعثره بخلال هذه الاجواء اللي كاينه الان، لان الاجواء شوف، الواحد فاش يغدر به تيكون اكثر قسوه واكثر شده في المعارضه، لانه تيكون بانه يحس براسو بانه غيدير جهدين وغيشتغلوا. تنظن بانها الايام ستكشف عن العديد من الخبايا. وغياب غلالو زعما حاجه طبعا ما عرفناش الغياب، قال لك الغيب حشتو معاه، ما عرفناش تكون عندها سفاره او يكون عندها هذا.
ما عرفناش. السبب ديال الخبايا اللي قلت عليها الخبايا كثيره وكثيره جدا وانا كنت قريب وما كنتش نتكلم، كنا قليل الظهور في الاعلام، ولكن عندي الكثير ما يقال حول المواضيع ديال اسماء غلالو انسانه كفءه متميزه، عاد تكون عاد شاد لها الحقبه اللي دارت. هنا هناك واحد جيوب المقاومه اللي ما خلاتهاش تخدم.